كده 3 دقايق فاتوا، يلا بينا. فين الاوردر؟ باكد لك ان ده اسرع براند في مصر، 3 دقايق بالظبط والاوردر بتاعك بيكون جاهز. النقطه الثانيه المهمه جدا انه من انظف البراندز الموجوده في مصر، بيعمل فطار مصري اصيل بس ببريميوم كواليتي. غير كده المعتقد السائد بقاله كتير ان ممكن الفطار المصري يكون تقيل على معدتك. كل الموضوع انهم بيتعاملوا مع المنتجات صح، من اول انتاجها في المصنع الخاص بيهم لحد طريقه حفظها جوه فروعهم. اللي لاحظته كمان ان جوه المطابخ بيحاولوا يراعوا المعايير بشكل كبير، زي درجات الحراره المناسبه مثلا عشان يمنعوا نمو اي بكتيريا ضار. ولانهم منظمين ومسهلين كل حاجه جوه مطابخهم، فدخلت عملت الاوردر انا عادي وطلعته في 3 دقايق بجد. عملت المنيو كله تقريبا. تعالوا بقى اقول لكم الحاجه بتاعته عامله ازاي. السندوتشات بقى المصري الاصيله بتاعته، الفول والطعميه والبيت باسترما والبتنجان والجبنه المقليه A1، جربوها وانتم مغمضين. ولو مالكش في المصري فهو عنده كرواسون بانواع مختلفه حلو وحادق، بس اكتر حاجه عجبتني اللي بالحلوم والفلفل المشوي. وعنده كمان سندوتشات شباتا الحلوه قوي، التونه والحلوم برضه. دي تاني مره ليا في الراعي، جربت فرع مدينه نصر وده فرع الكوربه مصر الجديد. عنده 7 فروع، 3 في التجمع و2، واحد في مدينة نصر والتاني في الكوربة مصر الجديدة، وفرعين في زهراء المعادي وفرع تاني في المعادي شارع 9 فاتح دلوقتي سوفت اوبننج، وخدمة الدليفري متاحة في كل فروعه.